والله أنا تقدير لدور المرأة في البلد كأم وكزوجة وكبنت وكأخت، مش برابطة النسب فقط، ولكن تقديرا لدورها اللي بتقوم فيه. وأعتقد أن في مصر نسبة كبيرة من السيدات المعيلات التي تعول الأسرة. أعتقد أن أنا أؤيد وبشدة رجوع كوتا للمرأة في البرلمان. صورة كلنا كده عايزين صورة تحت الراية المنصورة. كلنا كده عايزين صورة كلنا كده عايزين صورة الشعب الفرحان تحت الراية هي الحقيقة صورة جميلة لإدراك الشعب وإدراك الرجل بالتحديد أهمية دور المرأة، وده شيء جميل قوي قوي إن هذا التقرير جاء من الرجال أو من بعض الرجال، ولكن هناك أيضا آراء أخرى لبعض الرجال الآخرين ليهم آراء أخرى بالنسبة لدور المرأة، إن هو يبقى جوه البيت بس. ولكن هنا الواقع بيفرض نفسه، واقع هذا البلد، واقع هذه الأزمات، لابد بالفعل أن تشارك المرأة. ده بالنسبة لآراء الرجال اللي بيقولوا المرأة تقعد في البيت، ولكن إحنا دايما بنواكب كل ما هو جديد وكل ما هو مستجد. الحقيقة أستاذة لبيبة، لما بنتكلم عن الأحزاب أنا شيء مهم قوي أتكلم عنه، لأن الأحزاب زي ما بنقول يا مكترها، وفعلا وهي ظاهرة ليها سلبياتها وليها ايجابياتها بعد 25 يناير، ولكن انا يهمني قوي بقى ان انا استثمر هذه الاحزاب في هذه الفتره في توعيه المراه توعيه حقيقيه باهميه وجودها بدورها في المرحله الانتخابيه القادمه في البرلمان، ايضا حتى كمان اللي مش هتدخل هذه الانتخابات كمان اللي هتشارك. فلازم يكون لهذه الاحزاب 100 والارقام اللي منى قالتها الحقيقه والاحزاب الكتيره دي لازم يكون ليها دور الحقيقه في توعيه المراه. راي حضرتك؟ هو الحقيقه لما بنيجي نتكلم عن دور المراه او دور الاحزاب السياسيه سواء في المشاركه بشكل عام بالنسبه للرجال او النساء، هنيجي نلاقي النسبه قبل ثوره 25 يناير في المشاركه السياسيه كانت ضعيفه، لان كان في اوضاع قبل الثوره ما بتخليش ان يعني في احجام عن المشاركه في الحياه السياسيه. واحنا في الحقيقه لازم موضوع المراه لازم نرجع شويه ان بعد الانفتاح الاقتصادي في الحقيقه وسفر العماله المصريه لدول الخليج، معظم العماله اللي سافرت بدات تستغني عن عمل المراه وبدات تقعد المراه في البيت، وبدا كمان دعاوي كبيره جدا تنتشر من يعني الثقافه اللي هم رجعوا بيها ان ضد عمل المراه، وان المراه ليه تشتغل وتهميش المراه، وان المراه المفروض ما يعني تقعد في البيت وتربي الاولاد. وده فعلا نتيجه للثقافه اللي هم رجعوا بيها من البلاد اللي راحوها. في نفس الوقت احنا حتى الحكومه اللي كانت موجوده قبل كده، يعني مثلا الدكتور عاطف عبيد لما عمل طلب تشغيل للعاملين في الدوله وتقدم 66 ألف سيده واستبعدهم برغم ان هم في سن العمل وطالبين العمل وقادرات عليه. استبعدهم ليه؟ لانهن متزوجات. نعم. وكأن الست لما تبقى متزوجة فتبقى تابع يبقى مش من حقها الشغل. كده بقى ترويج كمان أو العمل. فكان في ثقافة رديئة جدا في المجتمع ضد المرأة، وجاية محملة بأفكار من بره المصريين، لأن المصريين عندهم ثقافة عريقة من زمان في احترام المرأة. فبقت الموضوع إن المرأة إنها ما تشتغلش، إنها تقعد في البيت، إنها تربي الأولاد. حتى الثقافة يا أستاذة لبيبة على فكرة أي أم دلوقتي تقول لبنتها الحقي اشتغلي قبل ما تتجوزي. لا يعني فبقى أصبح عائق. أتكلم على حاجة تانية، إن إحنا لما نيجي نطالب بالانتخابات بالقائمة النسبية مش بالفرد. ليه؟ لأن إحنا فعلا ثقافتنا ضد المرأة. يعني أنا قلت في تاريخ بأن يطالب بالمرأة تقعد في البيت، إن المرأة كذا. وحتى اللي اتنقل لنا من بره في رؤيتهم للمرأة وإن هي مش ما تشاركش في الحياة السياسية، ما تشاركش في كذا وتقعد في البيت، دي ثقافة موجودة في المجتمع. أنا لو عملت انتخاب فردي للمرأة مش هتاخد اي اصوات. طب انا هرجع دلوقتي اهو بقى للدور دور الحزب هنا ايه بقى؟ أيوة. في تغيير هذه الثقافه اللي حضرتك بتعتبريها مغلوطه ومستورده الينا من الدول العربيه او من اي مكان هم سافروا فيه وهم بيرجعوا بهذه الافكار. فهنا دور الاحزاب مهم جدا. ان انا بقى دور الاحزاب بعد ثوره، يعني انا لو جيت اتكلم على الاحزاب اول ثوره 25 يناير
يعني كان في تجارب الاحزاب محاصره، احزاب كذا احزاب كذا، لكن انا هتكلم بعد 25 يناير. بنتكلم على دلوقتي. بعد 25 يناير عشان انا اقوي الاحزاب دي، فاعمل نظام انتخابي يسمح للاحزاب دي ان هي يبقى ليها ناس في البرلمان، ويبقى لها سواء المراه او الرجل. انا لازم يكون ليا يبقى برامج لها يا استاذه لبيبه، في الحياة معلش ان انا السياسية. انزل زي منى ما قالت، ان انا انزل في الشوارع، وانزل في المناطق الريفيه، وانزل في المناطق اللي هي محتاجه أنزل. هذه التوعيه. هو ده دور الاحزاب دلوقتي. قبل ما اطالب بحقي اوعي الاول، علشان أيوة. انا كامراه ما بتكلم. عنديش اي طب علم. الاحزاب هتنزل الشوارع وتطالب بحقها وتوعي، فلازم يبقى في نظام في الانتخابات يسمح للاحزاب دي بالتمثيل ولها وللمراه. انا رايي ان الانتخاب الفردي مش هيمثل المراه، بس انا لما احب اعمل قوائم فلازم اقول قايمه نسبيه غير مشروطه، واحط. انا خايفه ناس كتير ما تبقاش فهمانه، عشان كده قايمه نسبيه غير مشروطه. يعني ما يشترطليش ان انا كحزب لازم اجيب نسبه كذا على المستوى القومي عشان امثل في البرلمان. يعني قايمه نسبيه غير مشروطه. القوائم هي اللي هتمثل النساء والمراه والاقباط، لان القوائم بيبقى فيها برامج احزاب سياسيه. انت بتتكلمي حضرتك حجج تشرحي. وعند حضرتك شرح، هو ده اللي انا بتكلم فيه. ان انا لما انزل مثلا انتخابات بقايمه نسبيه، عندي برنامج حزبي، عندي برنامج سياسي، انزل اقول للناس انا هعمل البرنامج الفلاني واتناقش معاهم واحشدهم واجيبهم لبرنامج لصالح مصالحهم الاجتماعيه. لكن دلوقتي في مشكله حقيقيه، يعني في الانتخابات اللي فاتت برغم انها كانت قايمه ما كانش في تمثيل كبير للنساء. حتى الاحزاب الثانيه اللي فكرت انها تاخد مراه كانوا يعني واخدينها اجبارا، لان القانون قال لازم القايمه تبقى فيها مراه، فبيحطها في اخر القايمه. وفي نفس الوقت اللي يحط لي بدل صورتها ورده، واللي يعمل لي مش عارف ايه. احنا عندنا الحياه السياسيه، احنا عندنا فعلا الحياه مش لصالح المراه، احزاب ذكوريه اجيبها من الاخر. أيوه. يعني مجتمع ذكوري، حتى الدستور بيتكتب بلغه ذكوريه، اما بيقول المواطنين ما بيقولش المواطنين والمواطنات. طب احنا قاعدين بنقول هو احزاب. طيب. حضرتك يعني احزاب نسائيه، يعني اجيب لك لازم يبقى فيه ظهير قانوني. عندنا ذريعه هيت يعني من لازم يبقى فيه ظهير قانوني في الدستور لتمثيل المراه. طيب. ان انا اقول مثلا ان تبقى القوائم ما تقلش نسبة النساء فيها عن 30%، وان الحزب اللي هينجح في الانتخابات والنساء فيه مش 30% ما تقبلش قيمته. لان ممكن الاحزاب لا معلش برضه حضرتك تقول لي وتحط لي لا معلش تحط لي المراه تكمله. مش انا مراه اهو، لكن انا اقول لك ممكن تكون هذه القائمه فيها نساء غير كفء مثلا، او في اشياء وردت ان هم غير كفء لهذا المكان. مش لازم انا اشرط ان هم يبقوا لازم 30% من كل قائمه يعني بالنسبه. لا برضه يا استاذه لبيبه. طيب انا لو ما قلتش 30 لا انا عايزه اقول بس اعدلك حاجه. احنا عندنا 50% عمال فلاحين و50% فئات، فبيحط راجل فئات عمال وممكن يجيب مرأة. افرضي قيمتي كلها ما نجحليش غير 2 في كل واحد، يعني مش هتمثل المرأة عندي. أيوة. لأنه بيقول عمال، بيقول فئات وعمال. طيب يبقى رأي حضرتك إن الكوتا مبدئيا مطلب من قبل حضراتكم عشان تضمنوا وجود المرأة. مطلب ولو لفترة مؤقتة لحين يعني ايه العمل على تشجيع ثقافة المجتمع، تشجيع المجتمع على انتخاب المرأة. جميل. أنا أشجع يا منى، أنا أشجع يا منى من غير ما أهل هؤلاء النساء بعد الفترة المتردية اللي حصلت لنا ورجعنا، حصلت فعلا رجوع لوضع المرأة، وخلاص المرأة يعني نسيت حقها ونسيت نفسها أو تعودها في المجتمع. طب أنا أكتر وأطالب من غير ما أكون أنا جاهزة؟ طب أنا بس عايزة أضيف بس حاجة، يمكن أنا هقول لحضرتك أجاوب على السؤال، بس هقول حاجة في المقدمة الأول. أنا بقول يعني معلش سوري، في عيب قوي إن يكون عن بعد ثورتين شارك فيهم الستات بكل قوه طبعا، وكان شريك وكانوا مؤثرين شريك اساسي في كل الانتخابات. عيب على لجنه ال50 ان تطلع بعد الثوره دي ان احنا عندنا امل كبير فيهم. ما انا هقول لحضرتك في اتجاه للفردي ده اولا، بس مش ماشي، بس مش عايزين نحكم من دلوقتي وما نقولش عيب، لان هم دول خبرات ودول رجال ذو خبره بقى انا هو لسه في اتجاه. انا ممكن هو يكون مخطئه ويكون هم يغيروا الاتجاه، ان موضوع الانتخابات الفرديه هيحرم المراه والاقباط والشباب من، وهيخلي مفيش حاجه اسمها حياه حزبيه، مش هيدي فرصه للاحزاب. دي حاجه. السؤال بقى حضرتك انا هجاوب عليه. حضرتك بتقولي ان احنا مش عشان نساء فننزل نساء وخلاص. مش صحيح. احنا عملنا تحالف او لازم مؤهلات. ايوه ده اللي تم. احنا في اجتماعات مشتركه مع تحالفات كتيره نسويه ومع المجلس قومي المراه، احنا عملنا كده، قعدنا مع بعض قلنا كده، قلنا ممكن ردهم يقولوا والله اصل احنا ما عندناش ستات قادرات. فعملنا ايه بقى؟ احنا اخذنا من كل الجمعيات والاحزاب ترشيحات لعدد من القيادات النسائيه الفاعله
والقادره واللي تساوي الرجل وتفوق عن الرجال في حاجات كتيره، البعض- قانونيات البعض. خليكي في البعض، مالكيش في التعميم. واقتصاديات. لا، الاسماء الكشوف اللي احنا محضرينها فنانات برضو يعني وعالمات وقاضيات، يعني احنا ده وارد. احنا مش احنا عشان هننزل فهننزل اي حد، ولازم يكون كل ست واحده اللي قلنا عليه. قلنا احنا هنساند بعض في كل الدوائر. أيوة. بعد ما هنعمل حصر لكل الستات ونوافق على ان مين اللي تقدر. يعني انا ممكن الاقي زميله ليا اقدر مني، هقول هي اللي اقدر مني. يبقى انا كده بقى ايه، انا عايزه كده اطمن بقى اللي بيسمعنا واللي بيشوفنا، ده طبيعي. عشان في ناس تقول لا، يعني انا برضو لازم اقنعهم ان احنا في فعلا النساء، في بعض النساء المؤهلات بالفعل وهم ذو كفاءة كثيرات جداً وهم جداً في دلوقتي مصر قادرات عندنا على سيدات. مواجهة هذه المرحلة او على تحقيق جزء من خريطة الطريق اللي موجودة للمستقبل فيها مصر. يعني لازم برضو يبقى وانا كلام برضو انا مش عايزه احنا هو موضوع الكوتا ده هيبقى في مصلحه الجميع، بس انا مش عارفه ليه هم متخوفين منها وليه هم لغوها. يعني احنا بنقول خلاص يا ماشي، ما دام انتوا الكوتا دي عامله لكم ازمه نفسيه نسيبنا من الكوتا. على الاقل القائمه يبقى الزام للاحزاب، انها الاحزاب اللي هي بتدعي الليبراليه ولا بتظلم الستات. انا شايفه ان الاحزاب نفسها هي اللي بتضطهد المراه. يعني حضرتك بتفضلي ايه؟ يعني انا القايمه وبقى شرط ان الستات تبقى على رؤوس القوائم او من 1 لغايه 4، مش بعد 4. ده هيدي فرصه لتمثيل عادل ووجود عدد من السيدات القادرات برضه. على فكره احنا لسه في هذه المرحله يا جماعه، ومرحله زي ما بنقول هي خريطه الطريق يعني، وفي نفس الوقت كمان هذا دستور من عمل بشري. يعني احنا بشر، قد نخطئ وقد نصيب وقد يكون هناك تعديل آخر في مرحلة ما احنا مش ملايكة ومش بجناحات، ولا يمكن احنا هنعمل دستور مثالي يعني يرضي جميع الأطراف بنفس النسبة اللي احنا عايزينها. لكن هي محاولات جادة من قبل حضراتكم، محاولات جادة من كل فئة عايزة تعبر عن نفسها في هذه المرحلة بالتحديد، حقها وكل شيء. ولكن عايزين نأكد ان هذه المرحلة هو تعديل الدستور المعطل، هي تعديل بشري يا جماعة. احنا بشر، قد نخطئ أو قد نصيب. بنتمنى لهذه المرحلة القادمة. حاجه صغيره بس، صغيره قد كده. يمكن انا مختلفه مع كل الستات اللي بتقول ما فيش عدد كافي ممثل في انا مع ان يبقى في راجل يعني متنور، يعني عايز فعلا المجتمع يبقى مجتمع متقدم ويشوف وضع المرأة ازاي ويدافع عن المرأة جوه لجنة ال50 افضل من وجود مرأة. يعني انا مش شرط قوي ان لازم يبقى 10 ولا 20 ست. انا مختلفة عن كل الستات. أيوة. انا مش مهم انت اسمها ست. طيب اتفضل يا استاذ لبيب. أنا يعني مصرة إن الانتخاب، إن أنا بطالب لجنة ال50 بإن الانتخاب ما يبقاش فردي، لأن لو انتخاب بالفردي فعلا سيطرة القبليات والعائلات والمال وبيدخل فيها البلطجة، مش هتفيد للمرأة بشكل كبير جدا. أنا بطالب بالانتخاب يبقى بالقايمة النسبية، وبطالب إن يبقى فيه يعني إيه يعني نص يقول ان المرأة او ان لازم لا تقبل قائمة اي حزب المرأة ما تمثلش 30% منها. لازم يبقى في تمثيل للمرأة في البرلمان. وانا مش مع يعني التجربة اللي اتعملت قبل كده بكوتا ب 64 سيدة. أيوة. دي كانت ايه، ما ينفعش ان انا انزل انا مش عايزه الكوتا بهذا الشكل، سيده على محافظه كامله او سيدتين على محافظه، الدوائر واسعه جدا فما بتعرفش تشتغل وما معهاش المال اللي تصرف ده. الفرد عايز مال. طيب. والمراه حتى عندنا في المجتمع المصري ما هي دي ذمه ماليه في معظم الاسر في بس بعض منفصله. نعم منفصله في البعض. طيب استاذه ربيع، طبعا يعني انا بشكركم لوجودكم معانا، لان الفتره اللي جايه دي محتاجين كل هذه الاراء، كل هذه الجهود، كل هذه الاقتراحات، وبرضه بالتالي هيبقى كل هذه المعارضات، لان احنا النساء في الفتره الاخيره يعني انا عذراهم، لان في الفتره الاخيره بالفعل همشت المراه وغيبت تماما عن المشهد سواء السياسي او الاجتماعي او اي مشهد من المشاهد الخاصه بهذه الامه، واللي احنا بنعيش فتره جديده فيها، ولكن يعني كله بالحكمه كده وبالعقل وبالرشد. ان شاء الله ربنا يرزقنا الحكمه، امين يا رب العالمين، في الفتره القادمه باذن الله، علشان نقدر نحقق هذه خريطه الطريق اللي هي تحدي
مش امام انفسنا فقط لكن امام العالم كمان، فلازم بالفعل نثبت نفسنا. استاذه منى عبد الراضي منسق اعلامي للجبهه الوطنيه لنساء مصر كانت معنا النهارده، كانت معنا ايضا استاذه لبيب النجار كانت منورانا كاتبه وصحفيه وعضو اللجنه المركزيه لحزب التجمع. وانا شخصيا بدعو كل الاحزاب الحقيقيه في هذه المرحله ان احنا نعيد حساباتنا مره اخرى في تاهيل النساء تاهيل حقيقي واعي مدرك لهذه المرحله القادمه باذن الله دون تحيز ان شاء الله، وده اللي احنا عايزينه لان الغايه في النهايه هي وطننا.